حفل الكرة الذهبية الإفريقية واللي غيتنظم في المغرب ما بقى ليه والو. Ouais, les Marocains, demain, un lion, ballon d'or. خبر عاجل: أشرف حكيمي يفوز بأفضل لاعب في إفريقيا، بلندور إفريقيا. وكل شيء في المغرب وخارج المغرب مقتنعين وعارفين أن أشرف حكيمي هو صاحب الكرة الذهبية الإفريقية وهو اللي كيستاهلها. أشرف حكيمي اللي دار موسم خيالي سواء مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان الفرنسي او مع المنتخب المغربي، خصوصا المنتخب المغربي الاولمبي اللي جاب لينا ميداليه فضيه في الالعاب الاولمبيه. حكيمي افضل ظهير ايمن في العالم، قائد المنتخب المغربي وقائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. واش عنده شي منافس في افريقيا؟ المنافس كاين والمنافس عنده ما يقول، ولكن واش يستاهل هاد الكرة الذهبية؟ نتوما تقدروا تعطيونا الرأي ديالكم في التعاليق. واش حكيمي اخيرا غيكون هو خامس لاعب مغربي غيحقق هاد الجائزة، ولا الكاف عنده رأي اخر؟ أشرف حكيمي اليوم خرج بتصريح كيقول فيه أنه كيتمنى التتويج بهذه الجائزة ويفرح الشعب المغربي. La Ligue des Champions, vainqueur du championnat et de la Coupe de France la saison passée. Aussi gagner ce trophée important de ma carrière. Moi, il change beaucoup sur les matchs. وهادو بعض تصريحات نشطاء من منصة تيك توك، منهم عرب ومنهم من فرنسا. جميع المصادر تقريبا كتأكدها: أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2024 وغادي يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية يوم الاثنين. فين؟ في الحفل الخاص اللي غادي تنظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المغرب. Ouais, les Marocains, demain, un lion, ballon d'or à retrouver dimanche à 11h sur TF1. Donc un téléfoot après le reportage sur Ben Seguir. Il y aura un reportage spécial Hakimi, machallah, qui réalise une saison extraordinaire. السلام عليكم. خبر عاجل: أشرف حكيمي يفوز بأفضل لاعب في إفريقيا، بلندور إفريقيا للمغربي أشرف حكيمي. هذا الخبر نشرته قناة الأهلي المصري. قناة الأهلي المصري نشرت الخبر حصري ونقلته عدة وسائل مغربية وعربية وعالمية على أن المغربي سيفوز يوم الاثنين بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وناصر الخليفي سيكون موجودا في حفل مراكش بالمغرب. كل شي متأكد وكل شي عارف أن أشرف حكيمي هو اللي كيستاهل الكرة الذهبية الإفريقية لهذا العام. حنا كمغاربة كنتمناو صراحة أنه ياخذها. هذا الشي غنشوفوه غدا إن شاء الله مع 7 ديال العشية.